حبها جدا ولقاها كمان بالزاف بتحبه. كانوا قاعدين قعدة صفا، قعدة روقان قدام البحر في ساعة المغرب، والدنيا هدوء وطبيعة جميلة. وبدأوا يحكوا اللي جواهم. قال لها حرفيا وانا وياكي انا اول مرة احب في عمري، احس اني بحب حقيقي، اول مرة احب بجد، وتريني من قبلك معرفتش ولا دقت نهائي طعم الحب. وقعدوا يقولوا كل اللي في بالهم من كل تجارب مروا بيها، على كل حياتهم تفاصيلها وعيلتهم واخواتهم كله، وعدى الوقت بدون ما يحسوا، وكأن الوقت وقف في مكانه والزمن اتك ساعتها ستوب. حبها هذا الشخص بجد، وحكيت له كتير عن غلطاتها اخطائها في الماضي من قبله، وانها كانت مخطوبة لواحد لكن ما كانتش بتحبه، وحاولت تخلص من القصة، واهلها رافضينها تكون سيدة واحد جاهز من مجميه براجل ما يعيبوش ولا حاجة، ليه عاوزينها تفض السيرة وتفركش ده الموضوع من باب. ما كانش ساعتها ليها اعذار علشان تقدر تخلص منه. كانوا شايفينه زي السما، والسما اقصاها تمطر مي لكن عمرها ما تمطر نار. مش لاقيين ولا عيب في الراجل، كانوا شايفينها جوازة ألماظ كانت تديله على دماغه من أجل إنه يحس ويهجر، لكنه يزيد في الحب أكتر. حاولت بكلامه تهين وياما، وكان يقبل إهانتها وعادي، وكنت متعجب من دي الناس. إزاي الراجل يقبل واحدة هي أساسا مش عايزاه، وإزاي يقبل إهانات بالجملة من واحدة أيا كانت مين. وعرفت إن الزمن اتغير، وإن الرجالة في منها أنواع. نوع بيكون قدام أصحابه عامل شهبندر التجار، لكن بيجي عند حبيبته ويرخلها حبل تهزيء. هي كانت مش حباه، وكان هو عاوز يتجوزها، وكأنه عنده عمى ألوان. وابتدت الحرب المخفية تبرز بنيرانها المغلية. راحت على واحدة من أصحابها وزقتها عليه من غير ما يحس، كان يغلط وتفركش منه، لكن ما وقعش في دي الحفرة، لكن جه في حفرة أسهل وغرزت رجليه جوه البحر. كان بيقول لها إنه نهاية عمره ما بيشرب أي سجاير. قامت جايبة واحد صاحبه وزقت واحدة عليه صاحبتها كي يتشعلق جوه لعبها، وبالفعل اتشعلق بيها وجدا. خلت صاحبه يصور صاحبه لما عرفت منه بإنه كان بيشرب في سجاير يعني، وخدت صورة دليل إثبات. قامت راحت عند أبوها وقالت له خطيبي بيشرب في سجاير، مع إنه كان بيقول العكس، وأنا دلوقتي عندي الحق إن ما كملش معاه لحظة لأنه أكيد واحد كده. فأبوها قال خلصت يا حبيبتي، خليه يجي وياخد دهبه واعملي من عندك يلا بلوك. وانتهت القصة وتفاصيلها. وما كانت ياما بتحكي له على الشخص التاني اللي بيعرفها، أم لما سمع دي القصة عارف إنها ممكن في لحظة إنها عادي تبيعه وتهاجر. حس من الأول كونه بيشرب في سجاير شيء عادي ممكن دلوقتي يبطلها لو هي كانت رابطة حباله في شباكه، لكن كانت دون تبرير، وكلامها مشكوك في ده. قام واخد حذره في ده الموضوع وبدأ يعملها كشيء عادي. حبها على قد ما بتحبه، لا زيادة جرام ولا ناقص. لو قعدت يوم ما بتتكلمش فما يتكلمش ولا يردش. لو قالت له انت وحشني كان ينهي كلامه وانت كمان، لحد ما غلطت فيه وقالت له كلام لا يجوز يتقال. قام مادد ايده عليها ضربها. بعتت له رسالة في اخر اليوم وقالت له محدش يضربني ومش عاوز اكمل وياك. قام رد عليها بنفس القول، قال لها وانت غلطت في شخصي ولسه ما جاش اللي يقللني، خلصت وخلصنا وتروح لحالك وسلام. قعدت ايام ثم عادت له وقالت له انا غلطان، انا اسفه وخليك من تاني معايا جنبي. قال لها انا صعب ان ارجع لك ولاني مانيش في لحظه امن لك، انا حاسس وياكي ان انا بتباع وبقيت وياكي مانيش ضمنك. وعجبني الراجل بصراحه، ما يعيبش الراجل غير هبته. لو قلت فمكانك قل، وان زادت اصبح ليه شأن. والشخص اللي هيبقى حبيبك نقيه يكون متربي بجد. الناس اغلبها معاها لغات، لكن تتعجب من الناس ازاي قدروا يذاكروا لغات وما ذاكروش تطوير كرامتهم. الحب جدارك وكرامتك سقفه، والحب اللي جداره بدون سقف فهيسقط في الحال على الارض. واكبر لغه في الارض تعمر هي انك تحترم الغير وانك تحترم اللي حبيبك. فتخيل لو حب حياتك كان اكتر حد بيحترمك، اتحداك انه يخونك. وان كان اللي بحبك بيهينك فازاي تبني في بيت عريان جدران واقعه من قبل ما تطلع. الحب اللي يعيش للاخر هو اللي بيتبني بالوعد بين اتنين، ومفيش وعد هيتحقق من غير ما يكون اصحاب الشك من صنف الناس المحترمين. الإقفال تشبه بعضها في الشكل مش في المفتاح. مفتاح واحد بس
مخلوق علشان يفتح قفل وما يقدرش يفتح غيره. هتقابل ناس وكتير ياما على شكل قفال، إياك تزعل إن حبيت منهم أشكال وفرق تشكيل. واللي بيفهم بيريح. كن متأكد واحد فيهم مخلوق ليك وانت كمان مخلوق ليه، والباقي مخلوق للباقيين. على هذا الحال ابن حياتك وامسح أحزانك، كبر أفراحك، عدل كره بحلو جمالك، واعمل زي صاحبنا إياه بعرف إنه ياخد الخطوة في وقتها صح. أذكى الناس هو أكتر حد الناس بتحبه، وأكتر حد الناس بتحبه هو أكتر حد بيحترم الغير، وأكتر حد بيحترم الكل هو أكتر حد تكون محبوب. عمر ما حسيت إن السما مكروهة من الأرض، أو إن الشمس عدو القمر، أو إن الشتاء كاره الصيف. وأكبر حاجة تأكدولي إنه كله بيجي في وقته. لو كانت السما كارهة الأرض لكانت غابت، وإن كانت الشمس بتكره ليلنا لكانت فضلت صبح وليل. السنة عمر ما شفت ما بينهم حرب، بل بالعكس بكملوا بعض. أما الناس اللي على الأرض أغلبهم عايش بقانون الغابة، فيا بخت عطارد وإخواته مفهومش تعالي بوديالة.